قواعد الاستثمار الثابته. القواعد اللي انا هقولها دلوقتي ديت ثابته ما بتتغيرش، الزمن مش هيغيرها والتاريخ بيأكدها وانت لازم تكون عارفها. اول حاجه هي ان مفيش حاجه اسمها ربح 100% مضمون. ايا يكن ايه اللي هتستثمر فيه لازم تكون عارف ان مفيش حاجه اسمها 100% مضمون ربح من الطريقه اللي انت هتستثمر فيها دي، اذا كانت بورصه او عقارات او عربيات او حتى ذهب. ايا تكن ايه هي طريقه الاستثمار اللي انت اخترتها، مفيش حاجه اسمها ربح 100% مضمون. حتى البنك اللي بيديلك ربح ثابت وما بيتغيرش على مستوى السنه، انت برضو عارف ان في تضخم بيحصل، وهم كده كده حاسبينه كفايه قبل ما يطلعوا قيمه الفايده اللي انت بتشتري بيها الشهاده او بتحط فلوسك في البنك بناء عليها. وبناء على ذلك اي حد يقول لك ان في طريقه معينه هتدي لك ربح مضمون بنسبه 100% بدون تفاصيل، بدون ما يقول لك ازاي هتجيب الربح ده، اهرب. الطريقه دي مش صح. وعلشان كده احنا لازم نعرف التفاصيل بتاعت اي استثمار احنا المفروض ندخل فيه، ايه هي التفاصيل اللي بنركز عليها عشان نعرف اذا كان هو استثمار فعلا ليه لازمه واستثمار فعلا كويس ولا لا. اي نوع من انواع الاستثمار لازم ولا بد يكون محكوم بشروط معينه. يعني مثلا اي استثمار لازم يكون محطوط في اطار زمني معروف ومحسوب، لازم تكون عارف انت هتحط فلوسك وهتكون قادر تاخدها تاني كمان قد ايه، ولو احتجتهم قبل الميعاد دوت قد ايه هيكون الربح او الخساره اللي انت ممكن تكون متوقعها. لازم تكون عارف انت هتحط فلوسك دي وهتقدر تاخدهم تاني امتى، ولو احتجت تاخدهم قبل الهدف المحدد، وعاده بيكون نسبه معينه او وقت تقريبي للوقت اللي تقدر تسحب فيه فلوسك، قد ايه الخساره اللي ممكن تحصل لراس المال. لانه حتى لو خدت راس المال زي ما هو فانت بتخسر مكسب في حد ذاته، فخساره المكسب في حد ذاته برضه خساره. فلازم ولا بد دايما لما تبتدي تستثمر في اي حاجه تعرف قدرتك على الخساره قد ايه. يعني مثلا لو اديت فلوسك لواحد بيضارب بشكل يومي، بيدخل البورصه كل يوم، بيبدا اليوم من اوله لحد اخره، بيعمل معاملات هو عارفها ودارسها علشان يطلع بمكسب معين، ففي احسن الاحوال انت هتطلع بنسبه مكسب معينه حتى لو صغيره، بس النسبه دي مستحيل توصل لها لو كنت انت مثلا مستثمر في حاجه طويله المدى مثلا، او محتاجه وقت اطول عشان تطلع لك العائد اللي انت تتوقع. الاستثمار لازم يكون لحد والهدف معين. الهدف ده ممكن يكون نسبة معينة او وقت معين بناء على الدراسة اللي انت هتعملها لتاريخ نوع الاستثمار ده، والهدف ده برضو بالضرورة يكون فيه نقط كتير قوي قبله بتقف عندها وبتراجع فعالية الطريق بتاعك ده. طب هو لازم نفهم كل دوت وندرسه علشان نعرف نستثمر؟ طبعا لا، بس في الحاجات دي انت لازم تشوف الحاجات الثابتة واللي ما بتتغيرش والتاريخ مأكدها لك كمان. في حاجات تانية كده عشوائية شوية بس هي ثوابت انت لازم دايما تكون عارفها طالما قررت انك تستثمر، ان الاسواق كلها بلا استثناء ايا يكن ايه نوع الاستثمار بتاعك بتطلع ما بتنزلش. طالما الوقت عدى عليها كفايه هتطلع ومش هتنزل. لكن قانون ميرفي بيقول anything can go wrong will go wrong. اي حاجه ممكن تكون سيئه هتبقى سيئه. وهنا برضو بنتكلم على كل انواع الاستثمارات. الفقاعات اللي بتحصل في السوق بسبب اهتمام الناس الزايد في نوع من انواع الاستثمار بيخلي هبوط السوق دوت او نزوله بعد كده طويل شويه، وده بيحصل بس لما الناس بتهتم بحاجه معينه اكتر مما تستحق. وده حصل في التاريخ مثلا زي فقاعه دوت كوم او فقاعه العقارات او فقاعه اللي حصلت سنه 2008. لما نبص للسوق في سنه 2008 او سنه 2000 و1999 هتلاقي فيه هبوط حصل، والهبوط ده استمر لفتره طويله جدا، بس بعد كده في الاخر السوق طلع تاني لانه خد الوقت الكفايه ان هو يطلع تاني. فلو استثمرت مثلا في النقطه ديت واستنيت الفتره ديت من الزمن هتلاقي ان الاستثمار بتاعك جاب همه في الاخر. لكن في الوقت نفسه لو قررت تبيع في اي نقطه من النقط ديت للاسف انت هتكون خسران. عشان كده الوقت ضروري جدا يكون موجود في اي نوع من انواع الاستثمار انت قررت انك تستثمر فيه. تعرف انك لو حطيت الفلوس دي هتقدر تاخدها بعد قد ايه من الوقت، ولو قررت تسحبها في اي وقت قد ايه كميه الخساره اللي ممكن تواجهها، وحتى لو خدت راس المال في حد ذاته ايه هو المكسب اللي انت خسرته بالضروره لما سحبت فلوسك قبل ميعادها. الذهب مثلا بينزل كل فتره، بس الاكيد طبعا ان هو بيطلع بعدها. علشان كده الذهب بالذات بالضروره ان هو استثمار طويل المدى. العقارات مثلا بتزيد مع الضروره اذا كان مع مرور الوقت او مع تطور العقار ده في حد ذاته، بس هيجي الوقت اللي مش هتلاقي فيه حد يشتري العقار ده. البورصه مثلا لو هي طايره دلوقتي فهيجي الوقت اللي هتصحح فيه وهتضطر تنزل بشكل كبير جدا علشان تقدر تاني تطلع طلوع صحي وسليم. الفيديو ده صغير وتمهيدي علشان هبتدي اتكلم في كل نوع من انواع الاستثمار بالتفصيل الفترات الجايه، اذا كان ذهب بقى او بورصه او شهادات بنوك او ايا يكن ايه نوعيه الاستثمار اللي في بالك هنتكلم عليها الفتره الجايه. الحاجه الوحيده اللي اقدر اكدها لك ان اللي اتقال في الفيديو ده حاجات ثابته وما بتتغيرش. اعمل لايك لو الفيديو ده عجبك وابعته للي ممكن الفيديو ده يفيده. لو عايزنا نتكلم عن حاجه بعينها في شكل اسرع ممكن تسيبها لي في الكومنتات تحت، وخليك شاطر واعمل اشتراك في القناه واشوفك الفيديو الجاي.